الزمالك كسبان 2-0 على اوتوهو جمهورية الجونغو. آه. كده فريق مش من على الخريطة. اه الاهلي طلع، وبيراميدز طلع، والمصري طلع، والزمالك مكمل. لازم عشان اوتوهو يتأهل، لازم يكسب، يعني يكسب النهارده، يبقى يتعادل 2-2، واوتوهو هيجيب 2-2 في الزمالك. والله يا ابني، كل حال كل اهلاوي يعني هيتجنن. ونخش، يعني انا مش راضي اعمل فيديو من امبارح، مش عايز اعمل فيديو من امبارح. ليه؟ مستني قرار. عارف انت، ايام النكسه، ايام نكسه 67، لما عبد الحكيم عامر عمل خراب في البلد وخطه لولحيه في سينا وبتاع، وراح يعني قرار انسحاب، فبطلعة عشوائية طلعت الجنود السلولحية، راحوا مصفيين الجنود المصريين، الله ينعلوا، الله ينعلهم هم الاثنين، سواء عبد الحكيم عامر والتانيين. فاهم انت قصدي؟ وخسرنا، فطلع جمال عبد الناصر. انا بحبه، انا بعشق جمال عبد الناصر. قال لك يعني لا، انا بتنحى واتحمل المسؤوليه، ولو عايزين تضربوه من النار اضربونا بالنار. راجل ذكر. ماشي. الشعب خرج قال لك يا جمال يا جمال، عايزينك يا جمال يا جمال. كنت انا ساعتها لسه ما جيتش، بس كنت انا دارب المواقف. اقول لك ايه يعني. فالنادي الاهلي اتغلب امبارح من الترجي 3-2. عملت فيديو والناس اتريقت عليا، ورب الكعبه كل الناس قالوا ايه؟ السبب هو الحكم، السبب هو الحكم في مباراة الترجي التونسي. الحكم بقى، انا فاكر اسمه الحكم، انا ما ببصش الا الهري ده. السبب هو الحكم. والله كل اللي سوشيال، ورب الكعبه كل ما عدا ده. والله العظيم، خش على قناته وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الحكم هو السبب، الحكم هو السبب. الاهلي لعب مباراه عالميه والحكم. وانا قعدت اقول يا جماعه ده المدرب مش حلو، يا جماعه مشوا المدرب يا جماعه، وقعدتوا هنتغلب يا جماعه، هنطلع والله. والله يا ابني راجع على التيك توك، خش على قناتي على التيك توك على اليوتيوب على الفيسبوك، هتلاقي نفسك شبرون 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 هو السبب شبرون. خش هتلاقي انا اتكلمت كده وقلشت واتريقت وعملت كده فيديو كده، وانا بعمل كده اهو، وقلت لك ايه، وقعدت اتريق على المدرب وعلى اللعيبه والحاجات دي كلها. خش وشوف، خش وشوف، قلت لك بالتفصيل. وكله قال لك الحكم هو السبب. اصل حسب ضربه جزاء على محمد هاني، ومحمد هاني ما جاتش في ايده، وحكم ظالم، ظالم يعني ظالم، ظالم يعني ظالم. وبعدين وفي حد بيطلع كده يا محمد هاني يعني او يعني يحرق كلسونك كلسون كلسون يا شيخه. هو انت لوحدك؟ ده انت بيستروا بمحمود الخطيب الاسطوره، بسيد عبد الحفيظ، بياسين مرعي، بكل اللي على السوشيال ميديا اللي قالوا الحكم هو السبب، باللعيبه يحرق كلسون وكلسون كلسون، وكمان انا يا عم يحرق كلسون كلسون كلسون، عشان يبقى ايه؟ موسم بتاع الكلسونات، نروح كلنا ايه؟ نعمل موسم كده على بتاع الكلسونات، كلنا ايه؟ نشتري كلسونات، يبقى ايه؟ موسم، عارف انت موسم العيد بتاع الكتاشه والهدوم والحاجات دي، يبقى موسم البوكسرات. اوبا لا لا، اوبا لا لا، يبقى الراجل بقى يدعي لنا بقى كل ما نجيب كلسون يتحرق. يا عم يحرق كلسون 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 يا جدع يا جدع يا جدع، حنا يا رب. رحنا جايين بقى ماتش الايه؟ الترجي مباراة الاياب بدون جمهور. ليه؟ عشان رمينا ازازه وجبنا بطارنا، جبنا بطارنا، هي 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 هي، جبنا بطارنا، جبنا بطارنا، رمينا ازازه، رمينا يوبا الله الله، والجيش الملكي صعد. والله العظيم احنا عايزين سيجارتين حشيش ونقعد بقى نصطبح. الله يسامحني يا جدع. يعني الجيش الملكي احنا لعبنا، فجبنا بطارنا بإزازة، وبعدين راح لعب الجيش الملكي، لعب بيراميدز، فبيراميدز راح اتغلب الجيش، فالجيش الملكي صعد، فاحنا لعبنا الترجي، فالحكم هو السبب. فرحنا مباراة الإياب عشان نكسب بقى. قال لك نكسب بفرق 2 ونصعد إن شاء الله. فنزلنا الشوط الأولاني كنا بنلعب حلو، ده يعني بنلعب حلو أحسن من إيه؟ من الدوري. فالوقت احنا بنباص الباصه، هوبا الله يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. فانت ما عادش، ما هو مفيش لعب حلو، احنا بنلعب اساسيات الكوره. لما بنلاقي مثلا ايه واحد بيباص باص، ايه ده؟ هوبا، ايه اللعبه دي؟ بس باصها بس، فبتباصها بس بصه عاديه. لا، ما عادش بنشوف الاهلي بلعب ملايين، مليون، اقول لك ايه، مليونيرات ماشيين على الارض. واحنا بناخد في الشهر 10,000 جنيه ولا حاجه، وهم بياخدوا ملايين ومع رامز جلال وهنا 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 وهنا،
وفي الاخر خالص بيخش بين الصراحتين نص الشوط الاولاني، يا عم لعب حلو يا عم، عديها، بس احنا بنقول كده لعب حلو خلاص، وجبنا جون وضيعنا فرص، ماشي وانا قلت كده، وضيعنا فرص وتريزيجيه وكلنا ضيعنا ومش عارف ايه. طب ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ ايه اللي حصل من بين الصراحتين؟ مسكتوا الصابونه، هرتوا نفسكم، قعدتوا تسمعوا جدول ضرب 10. ما هو الحاجه ما هو مضره بالصحه، مضره بالصحه يا عم الحاج. نزلتوا ايه المفاصل تعبت، كنتوا عايزين فياجرا عشان تكملوا، مش اقول لك ايه يعني، اقول لك ايه اللي حصل لكم في الشوط الثاني؟ نزلنا اتغلبنا 3-2. يبقى ايه؟ الحكم هو السبب، الحكم هو السبب، الحكم هو السبب، الحكم ايه مغربي هو السبب، هو السبب، هو السبب، هو السبب. لكن ننسى يستروب. طيب فين بقى قرار التنحي بقى يستروب؟ لا، امبارح بقى ايه كان جالنا كده مصدر، قال لك ايه مصدر من موقع يلا كوره، قال لك ايه المصدر ده موثوق منه، واحد جوه قلب من قلب النادي، قال لك سيد عبد الحفيظ ياسين منصور، قال لك استقروا على رحيل يستروب، والشرط الجزائي لقد تم الاتفاق عليه ويمشي بالتراضي وبالحب وبالعاطفه، اعطفوا. وبعدين قال لك ايه بقى تاني؟ ويكلمنا حسام البدري وهنجيبه، وهو اللي هيمشي بقى في الدوري الحاجات دي كلها. فاحنا ايه فرحنا، ايوه انتصرنا، اخذنا دوري ابطال افريقيا، الله اكبر. وبعدين لحد دلوقتي لسه ما سمعناش اي منكش. والكلام اللي بيقول لك كلام بقى من الناس موثوقه منه، يقول لك ده الكلام اللي بيجي يقول لك لا ما ينفعش نمشي يستروب، اصل الشرط الجزائي اصل مضى على زبروميه من الفلوس ومش عارف ايه وكامل عقده والحاجات دي كلها. ويا جماعه هو الاهلي متزملك؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هل في جواسيس؟ يعني مثلا ايه، يعني احنا بنتفرج على جمعه الشوال ورأفت الهجان، هل في حد من قلب الزمالك موجود في النادي الاهلي هو اساسا زملكاوي وهو عامل اللي هو اهلاوي وقاعد يغشنا؟ مش فاهم انا يعني انا بتكلم مع واحد صاحبي يعني جاري بتاع كوافير، يعني الله يعزه، بقول له يا عم ده احنا هندغدغكم، ده احنا الموسم اللي جاي هناخد كل البطولات، احنا مش عارفين ناخد بطوله واحنا هنكمل من المدار ده يستروب بالدوري. صدق بالله انا لو مش انا بصلي الحمد لله الحمد لله، سيبك بس كمان ربنا هداني والله العظيم، انا يعني من اول ما دخلت جيش من 2007 وانا ربنا هداني ماشي، والله لا انا ربنا هداني الحمد لله. انا يعني بص احمد، لو انا مثلا كنت بطلع السوشيال ميديا في 2010 و11 و12 انت كان بص كنت هفتح الزبرميت قناه، والله من قله الادب بتاعتي ماشي. ما هو كلنا الله يبقى واحد ما بيبقى يتضايق بيبقى مخنوق يا جدع، بيبقى مخنوق يا جدع، بيبقى مخنوق يا جدع ماشي. فيعني إيه اقول لك، انا نسيت كنت عايز اقول لك ايه، اقول لك ايه يا جماعه، في يا جماعه واحنا حد دخلنا في الضلمه واحنا صغيرين، في يا جماعه في ايه مالكم يا اهلي، في ايه في يا جماعه في ايه، فين ما خدناش حاجه، ما خدناش احنا طلعنا من الموسم اللي فات دخلنا الدوري بيطلعوا نروح بس يقولوا عماد النحاس وخلاص وشويه حماس وخلاص، وايه الموسم دوت مش هنطلع وناخد بالبيس طوب الدوري يا جماعه، ما تخرجوناش عن شعورنا يا جماعه، قولوا بس وتصدق بالله هنكمل بيست روب. انا افتكرت كنت عاوز اقول لك ايه، هنكمل بيست روب الدوري في الموسم ده، انت عايز واحده صاحبه اسكندراني من هنا للسنه الجايه، اسكندراني طر والله العظيم، وعزت وجلاله الله انا بسحب صاحبه اسكندراني، وانا بتفرج على بطلع بس مباشر على القناه القديمه محمد كرم مع اصحابي. يعني انا لو انت عارف انت لو في مثلا في يعني هو في طبعا، بس انا يعني انا لسه ما وصلتش لهذه المرحله السلولحيه، انا بطلع مع نفسي يعني في بنت قصدي، ونقعد نتكلم بس في المحادثه وخلاص، نقعد نكتب مع بعض في بعض، وانا بتكلم بصوت وهم بيكتبوا لي. يا جماعه احنا لو طلعنا ورب الكعب البس الباشا زي مثلا التيك توك والحاجات دي كلها، عارف انت لما التيك توك يطلعوا اربعه مع بعض وكبشه مع بعض، او كل بيبقى كبشه مع بعض كده بالصوت الحاجات دي كلها، هتسمع مزيكه حسب الله للسحبه الاسكندراني من كل الناس اللي على البث مباشر، ادي له واحده ادي له واحده ادي له، هتلاقي اوتافيو، يلا اوتافيو، يلا كريم، يلا يا يلا. هو البنات دلوقتي بتسحب صاحبه اسكندراني، اصل انا ليه اصحاب بنات بيسحبوا صاحب اسكندراني عادي، ده في قله ادب خالص يعني، فبنت قصدي فالوقت ما عادش في فرق بين بنت وولد يعني، فبنت قصدي يعني عادي كلنا بنسحب صاحب اسكندراني. وبعدين انت بتخش على التيك توك وبتشوف يعني، وبعدين انت في غير التيك توك في ابلكيشنات وحاجات تانية بقى بيبقى في قله في دعاره. فاحنا النادي الاهلي بيقدم دعاره، النادي الاهلي بيتم يعني اقول لك ايه، اغتصابه في ارض الملعب 3-2 يا ولاد السلاوله، 3-2. ما من كتر تسمع جدول ضرب 10
فطبعا من بقى من 1 في 10 ب 10، 2 في 10 ب 10، فضربوا كتير. فلازم نتغلب 3-2 مع الرأفة، مع الرأفة، مع الرأفة يا جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله يا ابني، والله العظيم انا امبارح قاعد اتفرج، انا قعدت ايه قلت ايه يعني ابو ام الاهلي، يعني ابو امي، يعني ابو ام اقول لك ايه، انا اتخنقت ولا عايز اسمع اخبار ولا عايز اسمع اي حاجه. ورحت داخل ورب الكعبه او عزت ودخلت قفلت البث الساعه، كنت داخل نايم الساعه 3، دخلت نمت الساعه 3 كده اهو، مفسد دماغي انا اخش انام. ورحت مشغل جنبيها صوره صاد، الله على الموبايل، صوره صاد للقراءة منة الله رمضان. وقعدت اسمع كده سورة صاد وسيدنا ايوب بقى والكلام الجميل ده بتاع ربنا، الله الله اكبر عليك يا رب، سبحانك يا رب وما قدر الله حق قدره. وربنا يسامحنا بس على الذنوب اللي احنا بنعملها. وواحد بيتفرج دلوقتي على النادي الاهلي، اللي احنا بنعمله واحنا بنتفرج على النادي الاهلي هيخلينا نشيل عرش ابليس في جهنم. ربنا يا رب يعافينا يا رب ويعافيك يا رب. وصحيت الساعه كام؟ 8. قمت اضحك عليك يعني، قمت رحت داخل الحمام بتاعتي، عملت زي الناس، والله عملت زي الناس. وبعدين رحت غسل بقي واتوضيت، ورحت مصلي صلاه الفجر، ورحت قارئ ايه سوره ايه، قرات سوره الطور. والله العظيم. فانك باعيننا يا ربي، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا يا رب، يا رب يا رب، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. وقرات سوره الطور، وقلت اعمل بيها ايه؟ عملت لي كوبايه كركديه، كركديه انا اسف، مش كركديه، كدكديه، كدكديه مش كركديه، كدكديه، عشان بس الناس بتعلق في هذه يعني بيمسكونا بالكلمه يعني. يا عم انا يا عم انا جايب في الثانويه العامه 56% يا عم، انت فكرني يعني عم الموس يعني. وبعدين رحت ايه قلت اتفرج على ايه، قعدت اسمع اغنيه عمرو دياب، عودي يا بليه بتاعت فيلم العفاريت، اغنيه حلوه قوي، كان يا مكان، طب كان يا مكان، عايز ارفع عن نفسي بقى. ورحت منزلها على الفيسبوك عندي، رحت قعدت بقى ايه، قلت طب اتفرج على ايه يا عم محمد، قعدت اقارن، اتفرج على راس الافعى اللي هو مسلسل بتاع امير كرارة، ولا اتفرج على إيه المداح بتاع حماده هلال. قلت يعني الاهلي مغلوب واتفرج على المداح، ناقص لبس جن وعفاريت وشياطين، الدنيا هي واحد كده كده ملبوس. الواحد بيتفرج دلوقتي على النادي الاهلي بيتلبس خلقه يا عم الحاج. قلت اتفرج على راس الافعى، اتفرجت على 3 حلقات، مسلسل جامد بصراحه يا جماعه، اتفرجوا عليه يعني ماشي. انا اساسا بحب هذه المسلسلات، طبعا انا يعني بحب يعني انا منتمي انا بحب جمال عبد الناصر، فانت عايز مين يعني انا احب الاخوان يعني، مع اننا مشينا في الهري ده بس ربنا نجانا الحمد لله يعني. قصتنا انا عندي 41 سنه يا جدع، مواليد 85. المهم ومولود يوم الثوره يعني يوم 23/7 1985. انا كنت في الثوره، بس كنت لسه ما جاتش يعني، لسه يعني كانت امي لسه صغيره بقى ولسه ابويا كان صغير والله العظيم يا جدع. المهم ابويا كان عنده باين، ابويا كان في ابتدائي باين والله العظيم يا جدع. المهم كنا بنتكلم في بس وفسد دماغي اللي انا اسمع اخبار، اقول اخبار. دخلت على التيك توك شويه، الناس بقى قاعده بقى ايه يعني، كل واحد يشتم في النادي الاهلي، وفي قاعد والله العظيم واحد قال لك يلا يا لعيبه اولاد الشرمو يعني. فالواحد والله العظيم واحد بقى مشغل لك اغنيه، والله العظيم عارف انت الاغنيه يقول لك ايه يعني على لعيبه النادي الاهلي، كاف سين ميم كاف، ايوه عارف بيقول لك ايه، كل سمك شيل اللام بقى، ها. فبيشتم بقى اللعيبه، فانت بس بيجمعها، فانت فانت اجمعها انت بقى في اغنيه كده. مش عايز ابقى اصلا هقول لك في بنات بتتابعنا فهتبقى قله ادب يعني. وبعدين يعني البنات هتبص لي من فوق لتحت وانا مش ناقص يا عم الحاج، ربنا يسامحني يعني، ما تزعلوش مني يا جماعه، واحد بس متضايق والله العظيم. قدر الله ما شاء فعل، بقينا بقت 3 دلوقتي، فهمت قصدي. 3 وكمان النهارده برشلونه كسب 1-0، لسه 2-0 الشوط الاولاني خلص. اللي جاب الجون بتاع برشلونه ماتش الساعه 3 العصر، انا فايق. لا كنت نايم ساعتها والله العظيم، انا يعني نمت شويه، صليت الظهر ونمت شويه، صحيت قبل الماتش ب... بساعه. بس الراجل ما جابش الماتش ابن اللذان بتاع الوصله، عنده بقى الدوره بقى الله يهديه بقى. رونالدو اراخو جاب جون في الدقيقه 24 اللي اعطوه جابوه كيف كانسيلو، ماشي ربنا معاكم كده. لسه بقى ماتش بقى مهم بقى، وحياة امك لو جبت ريال ما جبتش ريال مدريد يا بتاع الوصله واتلتيكو مدريد، ده هفشخك هاخدك في الضلمه يا ابن الذين اقول لك ايه يعني. لا استغفر الله العظيم، يا رب يسمعنا يا رب على الحاجات دي. ان شاء الله ان الاهلي يعود يعني
يقعد يعني، وان شاء الله ايه طول ما معانا المدرب دول الاداره ديت احنا مش قايمين خالص يعني. اقول لك ايه يا عم، بقى لنا 15 دقيقه والناس هتدعي عليا سلام. ما تزعلوش مني يا جماعه، والله العظيم واحد متضايق، والله الواحد، والله واحد شايط نفسي اسمع خبر رحيل إيه بتاع يستروب. فبنت قصدي، والله العظيم هنخرج كلنا زي ما الشعب خرج لجمال عبد الناصر، يقول لك يا جمال يا جمال ارجع يا جمال بقى، والحاجات بتاعتهم دي مش فاكر كانوا بيقولوا بالظبط ايه. احنا هنخرج نقول ايه؟ ايوه كل سمك يا ايه يا يستروب، كل سمك يا يستروب، كل سمك يا يستروب، كل سمك، بس شيل اللام. والله العظيم يا جدع هتجننوا ميتين ابونا. سلام يا عم، محدش يزعل مني. سلام يا عم الحاج، سلام.